الممثلة المسيحية منى كانت أشهر ممثلة تقوم بدور الفتاة الثرية الشريرة في السينما، وظل لقب خاطفة الرجال مرافقا لها طوال مسيرتها الفنية. ومنى ليس اسمها الحقيقي، ولكنها اختارت هذا الاسم ليكون اسمها الفني، حيث أن اسمها الحقيقي هو إيلين داغر، وهي من أشهر عائلة فنية في تاريخ السينما، فوالدتها المنتجة آسيا، والتي لقبت بأم السينما المصرية. وقد سافرت آسيا إلى مصر مع ابنتها الوحيدة منى، وأقامت بالإسكندرية. وبدأت منى أولى تجاربها الفنية عام 1944، وقد بدأت حياتها تتغير عندما تعرفت على شاب يدعى علي منصور، وكان يومها أنجح وأشهر المحامين في الخمسينيات. وقد جمعتهما قصة حب أثناء تصوير أحد أفلامها، واحترم الثنائي عقيدتهما وتعهدا بأن يبذلا كل ما في وسعهما لإسعاد الآخر. وبعد 5 أشهر من الزواج نال زوجها إعجابها الشديد بسبب جميل أخلاقه وحسن عبادته والتزامه. وعندما سألته وتأكدت أن هذه الأخلاق والصدق والوفاء وحسن المعاملة هي نتيجة التزامه بكل ما يأمر به الإسلام وطاعة لربه، أشهرت منى إسلامها، وأصبحت بحب شديد تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتقرأ وتحفظ القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. ثم اشتاقت لأداء مناسك الحج، ودون انتظار قررت تأدية مناسك الحج رغم أنها في هذا الوقت كانت حاملة. وأثناء تأديتها فريضة الحج أنجبت ابنتها الكبرى، والتي أطلقت عليها فاطمة الزهراء، على اسم فاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعتزلت مجال التمثيل ودخلت مع والدتها المنتجة آسيا داغر حربا شرسة لحرق جميع أفلامها، لكن والدتها رفضت تلبية أمنيتها، مبررة لها بأن أفلامها إنتاج وتاريخ سينمائي لا يمكن إطلاقا أن يمحى من التاريخ. ومن أبرز الأحلام والأمنيات التي كانت تراود الفنانة منى طوال حياتها أن تدفن في المدينة المنورة، وهي تعلم أن هذه الأمنية صعبة التحقق، لكنها كانت تحسن الظن بالله دائما، ويشاء الله السميع العليم أن يحقق لها أمنيتها، وذلك أثناء تأديتها مناسك الحج عام 2000 وعمرها 76 عاما، وتدفن بالبقيع كما تمنت وفي مقابر الصحابة، المقبرة الرئيسية لأهل المدينة المنورة، ويصلي عليها ما لا يقل عن 50,000 مصل داخل المسجد النبوي. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء